السلام ومرحبا بكم. أنا المنصف المغيربي، مولود سنة 1943 ببني خيار، بلاد السمحة هذه. متزوج، عندي 3 وليدات. قريت زولت تعليمي في المدرسة الابتدائية المنار، ثم تحولت وقت التفرقة متاع المدارس بين الذكور والإناث، تحولت إلى مدرسة الشابي بن خيار، ثم التحقت بالكور كومبليمونتير نابل، وبعد ذلك التحقت بالمعهد الأعلى للرياضة وتخرجت كأستاذ تربية بدنية اختصاص كرة يد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المسمى محمد العياشي، مولود بمدينة بني خيار 1935. زاولت تعليمي الابتدائي بمدينة بني خيار، ثم انتقلت إلى جامعة الزيتونة، حيث قضيت هناك 7 سنوات. تحصلت في خاتمتها على التحصيل العلمي، ثم شاركت في مناظرة تعليم ونجحت، فباشرت التعليم أكثر من 38 سنة، معلم تطبيق، مساعد بيداغوجي. سي محمد، احنا نغتنموا الفرصة هذه قبل من نتعرضوا للنشاط الجمعية ولا تأسيس الجمعية، وهذا أغلى ما ثم وأحسن ما ثم في الدنيا هو تاريخ الجمعيات، وخاصة جمعية ابن خيار. حبينا نغتنموا الفرصة هذه وسي محمد بحذانا باش يحدثنا قبل ما تتأسس الجمعية، واللي نعرفها تأسست عام 60. قبل ما تأسس الجمعية شنو هو النشاط اللي يقوم به الشباب من الناحية الرياضية؟ بارك الله فيك سي المنصف. في بني خيار في الحقيقة في سنوات قبل 40 وحتى الأربعينات ما كانتش الرياضة في بني خيار، مش معروفة الرياضة في بني خيار. أنا ثم كانت الرياضات الشعبية في العوام وبدائية نقولوا احنا، لكن بوجود المكتب نقولوا احنا مدرسة الشابي اللي كانت تسمى المدرسة الابتدائية ببني خيار، وكانت فرانكو عرب، بداوا الشبان يفكروا في شوية نشاط رياضي. بدأت الفكرة دي تتطور حتى قلدوا الملعب النابل. كان في نابل ملعب نابل عندهم الباسكيت، كرة السلة دي بتأثرين بنابل، ولاو شبانك اللي يمشوا يتفرجوا، جاوا يفخموا ولاو عملوا جمعية، نواة بتاع جمعية، وبدأوا يتلموا، بدأت تتكون. حتى ماشي بعض الأسماء نجموا نذكروهم. لا ثم هي لعبوا كرة السلة من سي حبيب الجند، سي حكيم سعيد، أنا سي كبران بن محمد المغيربي كبران، سالم المغيربي، عمار التومي بن عمار المغيربي التومي، حسن الناشي السويسي، منجي سويسي، هذوما الكل وغيرهم، ثم غيرهم هذوما اللي هما كانوا يمثلوا الجمعية. وعملت عدد من المقابلات بالحقيقة ودية. أنا يلعبوا مع نابل، بلدان المجاورة، شعبان ونابل والحمامات وقتها ثم لا. بعد مدير من المديرين بتاع المدرسة الابتدائية هذه رفض باش يدخلوا اللي ماهوش 3 يستعملوا الساحة نتاعهم، لأن الملعب كان في ساحة المكتب. وقت رفض المدير المدرسة خموا ينقلوا، بما انهم يحبوا كرة السلة يلقاو شي مكان آخر. لقاو بقعة مدرسة المنار اللي كانت جبانة مسية، يا أخي عجب الشباب، حرثوها وعصقوها ومهدوها
ومن جمله ما انا باش ما بقاوش في الوقت ثماش امكانيات باش يعملوا ملعب لا عملوا الملعب الارضيه، لكن باش يعملوا السله لي بانو جابوا كاميون جنب نتاع كاميون، وجنب يقولوا كركاس بتاع كاميون، وحافروا له في القاع ووقفوه وعملوا فيه السلسو وذاك واصلوا فيه النشاط حتى وقتها بدات تاخذ اسم الجمعيه. حتى في 48 جات فكره باش نبنيو مدرسه المناره هذيك مدرسه قرانيه، خاطر ناخذ مكتب الاخر مسمي عن الفرنسيس. وقتها تلاشات في وقت البناء تاع المدرسه، تلاشات الجمعيه وانتهت. كانوا ينشطوا مش بصفه رسميه، لا مجموعه تنشطوا برا، مغرومين يتمرنوا ويعملوا بعض مقابلات وديه مع البلدان المجاوره. ووقتها انتصرت وفات معها. كاين وقتها يسموها الشبيبه الرياضيه بالإخلاق، وقعدت خامده الى احنا ظهرنا لا بعد 48 في الستينات والخمسينات. محمد النشاط هذا نجم نعتبروه شباب مغروم، لكن الشباب هذايا المغروم ما فكرش في احداث جمعيه، في تاسيس جمعيه بصفه رسميه باسم بنخال. في الحقيقه بعد اندثار ملعب السله والشبان اللي كانوا مغرومين ما عادش يلقاو فين يتمرنوا، انطلقوا مشاو كل واحد مشى للصنعه نتاعو اللي ينسج واللي يعمل واللي كذا. اش ظهر في بنخيار في وقتها العمل الثقافي. تكونت مكتبه بنخيار يمشيو ياخذوا منها الكتب ونبدلوا ويقراوا ورجعوا الكتب. بعدها هي حبينا نهزوا الكتب لتونس معنا، منعونا خممنا في جمعيه اخرى، جمعيه الطالب الخيري. عملنا جمعيه الطالب الخيري كنت رئيسها ل5 سنوات. بما ان احنا مغرومين بالكوره من قبل نلعبوا في الحوض الحاجات العاديه، جات فكره نشريو كوره للجمعيه، هي جمعيه الطالب الخيري، وشرينا كوره للجمعيه. نكونوا في الواد، نمشيو للواد نلعبوا كوره. نبداو احنا ماشيين من هنا، انا وحسيب واحمد محرز والهادي هويسه. في طريقنا غاديكا نعيطوا لمحمد كبوس وعزيز السلامه ومحمد ضوء، نتعداو للواد نكون واد كمال وقتها معكم كمال. لا كمال يمشي كمال الحديث اكثر من كلام. كمال الله يذكره بالخير، الحديث اكثر من العمل. كل مره وحنا تزيد الحب نتاع الكوره يكثر والرياضه، وحبوا يلتفوا حولنا بعض شبان اخرين كي يجوا يتفرجوا يجوا كذا يتغربوا، واحد يحب يلعب والاخر يحب كذا، كما محمد المغيبي برشا محمد المغيبي ومرحوم عبد القادر دوري. هذاك من المكونين الاصليين. ما قلتوش انا نسيته محمد الدردوري، انا اقول لك هو من المكونين الاصليين. بعد ذلك جات الفكره، بدات بربي شبينا احنا نقعد نلعبوا في الواد وفي الرمل في الواحد، وسمعنا بالاجوار عملوا جمعيات حتى دوم الاجوار، مثلا نجم زلفه وبني خلاد ونابل النجم الساحل نجم النابلي جاوا يلعبوا مقابلات معنا في الواد، نلعبوا مقابلات ماتشات في الواد. في هذاك بدات تلقح الفكره بتاع تكوين جمعيه، بدينا نجتمعوا كيفاش نكونوا، واحنا ما زلنا ما نعرفوش. وبعد ولينا اختلفنا عن الاسم. وفين هذا يبقى؟ هذا سوف في النادي
تاع طالب الخير، جمعية طالب الخير في بلخيار، ولا نبداو في تونس نجتمعوا اما عند احمد محرز ولا في القلابين حدا حسيب ويسي. هذوما انا نسمع بحانوت يقولوا حانوت الشبل. حانوت الشبل. حانوت الشبل كان فريق برشا الشبان هذوك شكون معي في حانوت الشبل؟ انا واحمد محرز وحسيب هويسه وحبيب غيري موجار من الحبيب، هذوك اللي نقعدوا حتى الشبل احنا غاديين، ومش نادي نقعد حداه شويه وبرا، وهو داخل معنا في الجو. جات فكره تكوين جمعيه. قلت اختلفنا عن الاسم وكيفاش نعمل القانون الاساسي. الاسم اختلفنا، دامنا اختلاف في 3 شهور. اول اقتراح شعنا فيه الاقتراحات اللي برشا، ولكن يعطينا اول اقتراح. لا مو احنا اللي قاعدين، كل واحد يحب جمعيه. اللي يحب النجم يقول نجم بلخيار، واللي يحب الترجي يحب الترجي بلخيار، واللي يحب الملعب التونسي يحب الملعب التونسي ملعب بلخيار. وقلنا تعرف كيفاش نحيوا هذوما الكل نجيبوا اسم جديد. هذا اسم جديد بما انه كانت عندنا باسكيت في بلخيار، كانت كوره في بلخيار، قلنا مش عاودوا نبعثوه من جديد، نسميه البعث الرياضي بلخيار، واستقر عليه الراي. وقت نتذكر احنا في حانوت احمد محرز في ناجي باشا في تونس، كيف وصلنا لذي قام التصفير وقام البعث الرياضي بلخيار، والاخر يقول للسور يسمي فيها بالسوري الامل. وهكذا استقر. بعد ما استقر هذا اش نعمل الخطوه اللي بعدها؟ يلزمنا قانون اساسي. محمد كيف فكرتوا في تاسيس الجمعيه وقانونها الاساسي حسب تقريبا وعام هذا؟ سي المنصف، انا قلت لك منذ حين اللي احنا اتفقنا اخيرا على اسم جمعيه بعد الخلافات، وقع الاتفاق على اسم يرحبوا به الحاضرين كله. انا دردولي، حسيب هويسه، احمد محرز، عز الدين هويسه، عمر تومي، هذوما الكل اتفقنا على الاسم هذا. اشوان يجب نحطوا روحنا في الوضع القانوني. الوضع القانوني يجب القانون الاساسي. صادف في الوقت هذاك. الوقت هذاك عام قداش؟ عام 59. 59 عام 59 انا نتربص في نابل. وشكون نتربص في العشيه نشوف في مدرسه سي حمد بن منان. حكيت له يا سي حمد راهو هكا ونحبوا نعمل. قال لي تو نجيبوا قانون اساسي. جلب لي نسخه من القانون الاساسي تيب ما نعرف. قال لي انسخوا. نسختوا في 3 نسخ باليد ما سماش لها مطبعه وقتها ما عادش. نسختوا 3 وكلفنا به سي حمد بن منان اللي هو رشحناه باش يكون رئيس الجمعيه، خاطر هو معلم مدير مدرسه وبدا خذاه هو هازو داه لوزاره الداخليه. هذه في 59. اي تحصلنا على الرخصه في بدايه 60 8 ديسمبر 1960. هذاك وقتها جاء التاشيره ورحنا بصفه رسميه. وقتها خممنا باش نخرطوا في جامعه كره القدم، ولأن الجمعيه كبر العدد هواة كرة القدم ولات كبر. معناها بن عايشه، دردولي، حسيب هويسه، عمر شلعقول، احمد عنابي، حبيب مغيربي، حمادي مغيربي هم موجودين في الصوره كل موجودين. عسى السلامه هذوما وانطلقنا. هذوك انطلقت بهم الجمعيه في 60 شاركنا عام 1960. هذيك الخط. واول مقابله ذكر اسمها كيف رسميه ومع شكون؟ خليني نتذكر. تكون مع الجوار اكيد. لا الجوار مع مجلس مع مجلس وبعد ولينا نلعبوا على
وعملتوا فرق شبان ولا في وقتها؟ لا العام الاولاني بلاش هذوك من كيف وبدينا بعد نخموا في الشبان وبداو بشويه بشويه. احنا هذوك اللي بدينا انا عملت 4 سنين. لعبت يعني من المكونين ولعبت. دردوري لعب حارس مرمى كلنا لعبنا. عمر شلاق سي محمد دردور كانوا هما حراس مرمى. حراس مرمى زوج هما كانوا رضا راضي باللحية بعد نتذكر بعد جيل اخر. احنا عمل الجيل تاعنا وهو جيل التكوين. جيل التكوين هذوما ابرزهم هذوما اللي في تونس وفي النيجر نجتمعوا ونكونوا في الواد. في تونس نمشيو لقنبطة نلعب ننزل كورة ونمشيو لقنبطة ونعمل تكوينة مع بعضنا. منين تعلمنا احنا من بعضنا. نتذكر سي محمد في الوقت هذاك كان مازال صغير. نتذكر سالم البقلوطي سالم بعد شوية الشتيوي محمد الشتيوي هذو من بعدنا. من أحسن اللاعبين. هذاك الجيل الثاني احنا معانا الهادي هويسة وبعد جبنا بعض اللاعبين من برا فاروق الابيض فرزيت. هذه قبل ما نبداو كانت النتائج مرضية. النتائج متوسطة فيها وعليها. مرة نعملوا مقابلات باهية وبريخار تولي مظاهرات وفرحة وبعض المرات نعملوا. نتذكر سي محمد أنا عملت كاتب عام نتاع الجمعية. خديت نفرش هكايا في التاريخ والتاريخ الجمعية. نلقى أول تقرير مالي عام 63 تقرير مالي فيه 188 دينار مداخيل 177 دينار مصاريف 11 دينار موجودين في يعني الباقي بالصندوق. هذه أول جلسة عامة في هذاك الجمعية اللي شفته. أنا مش نعطيك تاريخ آخر قبل هذا. في عام 60 وقت اللي عملنا انخرطنا في الجامعة وعنا بلدية مشينا لاجتماع البلدية أنا ومحمد الدردوري الله يرحمه وطلبنا باش يعطيونا إعانة. عطاونا إعانة 20 دينار. قرونا مش قرونا إدارة منحة ب 20 دينار المنحة الأولانية الكل وما كناش راضيين. وقالوا هذاك في بركة وهذاك الموجود وقتها رئيس البلدية سي حبيب بنت. العام اللي بعد ردوا هنا 50 من 20 طلعنا 50. وقت سي حبيب ان يعني في رئيس البلدية وأمين المال الجمعية. أمين المال الجمعية. سي الموصف. الكلام اللي قلته لك على تأسيس الجمعية هو تم عام 60 انخرطنا أول عام في جامعة كرة قدم. ولكن بما نحن مازلنا صغار مغرومين واحنا صغار ما نجموش نسيروا تسيير كامل. قنعنا رجالات الخيار وقت سي حمد بن منان من اخترناه رئيس جمعية. سي حمد بسيس الله يرحمه الكل كاتب عام وسي حبيب الجند أمين مال. لكن احنا كنا معاه بن عايشة والدردوري وحسيب هويسة وأحمد البحري وعزت الهويسة هذوم الكل اللي كنا نتحركوا. سي عمار التومي هذوم الكل كنا احنا اللي نتحركوا نترناه ونعمل. هما يسيروا إداريا فقط ولكن يكفينا على هذاك بما أن هما عندهم تجربة نتاع الإدارة. احنا ما نعرفوش الإدارة. أنا عام 62 سي محمد كنت نقرأ في المعهد العالي للرياضة. كنت مغروم وأول حاجة اللي تغرمت بها هو التاريخ. وتبعت الجمعية حتى اللي تخرجت ومن جملة المتابعة نتاعي نتاع الجمعية وبديت نوثق كل موسم رياضي شكون الرئيس وشكون الكاتب العام وشكون أمين المال. كنت في التاريخ هذاك مغروم برشا بالرياضة وكنت قريب برشا الجمعية. وفي العام هذاك عام 61 تخرجت من المعهد العالي للرياضة وقريب برشا للجمعية. في وقتها كان الرئيس سي الشادي سلامة وسي الكاتب العام سي محمد العياشي وأمين المال
سي الحبيب قنت. وفي الموسم اللي بعده سي محمد سي خالد بوعجينة هو كان امين المال، و63 64 سي الهادي سعيد ولا هو رئيس، سي الحبيب زويسة كاتب عام، سي عثمان بالعيد هو الامين المال. وانا راهو قربي للجمعيه في المواسم هذه لاني انا مغروم برشا بكره اليد، وحبيت وقتها الجمعيه قاعده تنشط في كره القدم والنشاط والنتائج نتاعها غير مرضيه، ما يشبه خايبه من كل هيك. حبيت انا نعمل نواه نتاع كره اليد، وفي الموسم 64 65 حضرت في الجلسه العامه نتاع الجمعيه واقترحت عليهم باش نبعث فرع كرة اليد، وكان وقتها جل الأعضاء رافضين الفكرة نظرا لكون كرة القدم هي طاغية على الشباب في الوقت هذاك. لكن أنا أصريت وبعثت الفرع هذايا كرة اليد عام موسم 64 65، وكان معايا شخص واحد هو اسمه الحبيب، كان عضو في الجمعية، الحبيب لزيدي، وكان زميلي وصديقي محمد الستي كان مغروم برشا بكرة اليد. هما اللي كانوا الاثنين هذوما معايا، وكان زاد بجانبي أخي وزميلي سي حمادي الدردوري الله يرحمه، هما اللي هو اللي شجعني باش نبعث الرياضة هذه. وبعثت الرياضة هذه وكنت من عام 65 حتى لل70 وانا كنت مني ممرن، مني جوار، والفريق هذايا كنت قايم به وحدي كشخص من جميعنا. الموصف ما تنساش اللي عملنا حدثنا فرع كورتيت في بعث المخيار، بدا ياخذ في مكانه بشويه صعوبات في العام الاول والثاني، ولكن كل مره هو يزيد يعرف بروحه. لكن في الوقت هذاك كرة قدم بدأت تتعثر، وهاي الخسائر وعرك مع بعض الجيران وقلة الموارد وتوزيعها، أنا أصبح ثم صعوبة في الجمعية. زد على ذلك النتائج السلبية لفرق كرة القدم، أسبابها الرئيسية هي هجرة لا عدد من اللاعبين. ثم عام الدفاع تقريبا خرج الكل، لاستيكو كروت هذاك محمد بن عير المكثري محمد المكثري سي محمد خلف الهجرة نتاع الشباب هذوما في الموسم في عام 70 كانت النتائج نتاع كرة اليد برزت وقعدنا واحنا شدينا الشبان اللي مغرومين بالكرة اليد قعد يزداد هكا، وقعدت بالنتائج النتائج الباهية اللي قاعدة يتحصل عليه فرع كرة اليد كانت مشجعة للشباب. في الوقت هذاك تحمس وقتها رئيس الجمعية سي طيب سعيد باش يساند الفرع هذايا، ويكون هو ابرز رياضه في صلب البعث، لان الفرع نتاع كرة اليد ما عادش في مصاريف، وما عادش الجمعيه تنجم توفر كل المتطلبات هذه. زد على ذلك بعد عام 70 وقت اللي الفرع كرة القدم تلغى من الجمعية، عام 72 كان صعود فريق كرة اليد للقسم الوطني باء، وكان من أول فريق أول موسم اللي يعني يصعد فيه الفريق بتاعنا إلى الوطني باء، ثم الوطني آ في عام 1976. الكلام هذا وقعنا في الجمعية. احنا كهيئة مديرة وقتها ما متفقين واقتنعنا باش كرة القدم يلزمها تقف نظرا للصعوبات اللي ذكرناها الكل وهجرة اللاعبين، وزيادة قاعد ياخذ في شعبية كرة اليد، بدأت تاخذ في شعبية
عام بعد عام، كما كنت تقول 72 وقت نتذكرها مع القروان. في القروان عملنا ماتشين تعادل، وجينا هنا للبكار ربحنا القروان امبوا. ووقتها بدينا نطمع في الصعود للقسم القومي. قعدنا 4 سنين اخرى. نتذكر عام 72 72 وقتها الفترة مش برشا، وصعدنا للقسم الوطني باء، وكان أول تاع الفريق نتاعنا من ديفيزيون 3 لديفيزيون ناسيونال بي. بالناسيونال بي يعني في عام 76 طلعنا للناسيونال A، وذاك كان يوم تاريخي. وكان وقتها رئيس الجمعية سي محمد العياشي، والكاتب العام سي سالم الزواوي، وسي حمادي بن عزيزة هو الأمين. لكن بصراحة اليوم هذاك كان تاريخي بصفة غريبة، وحبيت أنا قبل ما يفوتني الفرصة هذه. ثم أجيال وثم وخاصة رؤساء جمعيات وثم هيئات مديرة عملت بكل جدية وبكل تفاني وبكل عزيمة باش الجمعية هذه تواصل النشاط نتاعها، وخاصة ابتداء من عام 76 اللي الفرع وقتها كان في الوطني A. وكما قلت سي محمد أول رئيس جمعية اللي باشر الرئاسة هو سي حمد بن الناس 61، سي الهادي سعيد 63 65، سي شادي سلام 61 62، سي الحبيب هويسة 62 67، سي محمد العياشي 65 68، وهو يعني يضم تقريبا 12 سنة ولا 14 سنة كرئيس جمعية. سي حاسب هويسة 84 89، سي طيب سعيد 83 90، سي العويني حمادي 90 95، سي محمود الزيدي 91 94، سي عبد العالي العنابي 84 85، سي بن مناء فتحي 95 97، سي محمد شتيوي 97 2006، سي المنصف رايس 2001 2003، سي حاتم سعيد 2003 2006، سي حافظ بوعجينة 2006 2008، سي مراد سعيد 2008 2011، سي محمود لزيدي 2011 2012، سي محمد قنت 2012 2014، سي محمد حجي الله يرحمه 2016 2019، سي أيمن مزواد 2019 2022، وحاليا سي محمد صالح إرجب 2022 2023. علاش حبيت نقول الأسماء هذه؟ لأن الأجيال اللي قاعدة تويك تمر بجمعية بعث بن خيار ما تعرفش الأسماء هذه، وش عملت الأسماء هذه لجمعية بن خيار حتى تكون في المستوى الرفيع هذا اللي عليه، وخاصة فرع كرة اليد. هذا التاريخ كما قلت لك في أول الكلمة، التاريخ هو ثابت في كل جمعية، لكن وخاصة بعث بن خيار الجمعية قديمة والتاريخ نتاعها ما يلزموش يتنساه. واحنا لولا لقينا فرصة أكثر باش نزيدوا نتوسعوا أكثر في التاريخ نتاعها، والتاريخ هو اللي ثابت. سي الموظف أنا ندعم كلامك اللي قلته. احنا بعث بن خيار مكسب للشباب ولبن خيار، يجب المحافظة عليه وتدعيمه والالتفاف حول هذه الجمعية اللي هي مكسب تاريخي ماجد للبن خيار، واللي عمرها 62 سنة. اللي عمرها 62 سنة.